عجبتني الحالة من كملنا القراية جيت نعوم هنا نتعلم وأنا متونس. درت صحاب هنا؟ واه جيت نتونس نتعلم السباحة ونبدل الجو وراه الصيف. تبغي تعومي هنا؟ عجبتك الحالة؟ واه عجبتني بلي لابيسين راهي باردة ونقدو نعومو فيها ونقدو نبردو روحنا. ماشي غارقة بزاف. عجباتك ولا تلاقي؟ كان كاين واحد صغير ما يغرقش. صح. وتلاقى هنا بصحاباتك عجبتك صحاباتك؟ راه كيف؟ راني دايره بزاف صحابات هنا وعجبتني الحاله هكا نلعبوا ونسرينو حاجات بزاف صوالح شابين هنا. واليوم بدينا اننا فتحنا المسابح على مستوى الولايه. عطينا شرط الانطلاق اللي درناها اليوم هنا في هذا المسبح، راهي معناها إشارة الانطلاق لكل المسابح على مستوى ولاية بشار. هذا العام فتحنا كل المسابح اللي هم موجودين على مستوى الولاية، 6 مسابح وزوج أحواض، وباقي الأحواض اللي تابعين للبلدية. يعني كل المسابح والأحواض اللي موجودين عبر تراب الولاية تم افتتاحهم اليوم لصالح أبنائنا وبناتنا باش يقضيوا الفترة الصيفية في هذه المسابح. وحبسنا كل البرامج نتاع الجمعيات وقفناها في سبيل أننا نفرغوا هذه المسابح لصالح كل المواطنين والمواطنات نتاع الولاية. هذه هي المناسبة. كما تلاحظون أن كل المنشآت الرياضية اللي موجودة على مستوى ولاية بشار تحتاج إلى ترميم وتحتاج إلى إعادة تجهيز. البرنامج نتاعنا الآن اللي انطلقنا فيه هو عملية الترميم وإعادة التجهيز لكل المنشآت الرياضية على مستوى الولاية. هذا برنامجنا اللي يمتد أقصى حد إلى 2 سنين.